الأزمة لما بتحصل مش بتدمرك، لكن بتخليك تكتشف القائد الحقيقي الموجود جواك. إدارة الأزمات مش إنك تمنع الأزمة، لكن إنك تعرف إزاي تستغلها لصالحك. المشكلة بتكون في رد الفعل العاطفي لما بيحصل أي أزمة. أغلبنا بيقع في فخ الإنكار أو الخوف أو لوم الآخرين، بنركز على الخطر وبنهمل الفرصة اللي بتكون دايما موجودة جوه الأزمة، وده بيوصلنا لقرارات متسرعة وبنفقد الثقة، وبتكبر المشكلة بدل ما بنحتويها. إدارة الأزمات هي مهارة الهدوء تحت الضغط، القدرة على التحليل المنطقي في عز الفوضى. المهارة دي بتعتمد على التواصل بكل شفافية مع كل الأطراف، والتركيز على الخطوة الجاية بدل الغرق في اللحظة الحالية. القائد الحقيقي هو اللي بيدير أزمة وبيحولها لنقطة تحول في تاريخ المؤسسة كلها. الأزمة بتكشف معادن كتير، وإدارة الأزمات هي اللي بتصنع القادة اللي بيغيروا التاريخ. لو عايز تكون واحد منهم، جرب تمرين ال5 أسئلة. لما تحصل أي أزمة، جاوب على الأسئلة دي وخلي الإجابات مكتوبة قدامك. إيه اللي حصل بالظبط؟ اكتب الحقائق الفعلية مش مشاعرك. إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل؟ إيه أفضل سيناريو ممكن يحصل؟ إيه الخطوة اللي لازم أعملها دلوقتي؟ خطوة واحدة بس لازم أعملها دلوقتي. إزاي ممكن نحول الأزمة دي لفرصة؟ وهتلاقي إن أنت كتبت تقرير كامل لإدارة الأزمة الحالية اللي هتقدر تطبقه وتحول الأزمة لفرصة. ولو عايز تعرف ازاي تكون القائد اللي الكل بيعتمد عليه وقت الشدة، والقائد الحقيقي المؤثر الذي لا يستبدل، دبلومة مهارات الأعمال بتعلمك ازاي تدير الأزمات بذكاء وهدوء، وتكون القائد الذي لا يستبدل. احجز مكانك دلوقتي وابدأ معانا وتعلم مهارات جديدة هتفرق معاك في طريقك المهني والشخصي. لو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليه.